عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف صوص البيستاشيو الاصلي على اصوله بقى بالفستق الخام. طعمه يجنن، بنزين بيه اي حلويات وبيتباع بره غالي قوي. اي حاجه نجيبها من بره بتبقى غاليه بيه قوي. هنا معايا كميه فستق، يعني حوالي انا عملت كميه صغيره حوالي 100 جرام، وضربتها كويس جدا في الكبه زي ما انتوا شايفين كده. يعني حوالي 100 جرام. انا هزين بيه حاجات بسيطه قوي هنزلها لكم. وبعدين نزلنا بمعلقتين سكر بودر، لازم السكر يكون بودر. وضربنا تاني، نضرب لحد لما ينعم قوي. وبصوا بيبقى لونه عامل ازاي بعد ما ضربناه. ده لونه من غير اضافه اي حاجه، انا لسه هضيف له عشان يبقى اخضر زي اللي بيبقى بنجيبه من بره. هنا حطينا حوالي ربع كوبايه زيت، ربع كوباية زيت عليه، وهنبدأ نضرب تاني. وحطينا هنا بقى اللي اللون بيخليه اخضر قوي، نقطة من لون الطعام الاخضر، نقطة واحدة بالظبط عشان يدينا شايفين اللون ده اللي هو اللون بتاع الفستق الفاتح ده، لونه حلو قوي. وبجد الطعم كان تحفة. وبكده خلصناه، مفيش اسهل من كده. زيني بيه بقى دوناتس، احنا عملنا بيه دوناتس هبقى انزلها لكم. زيني بيه تورت، زيني بيه اي حاجة انت عايزاها، طعمه تحفة. سلام.